اهلا بيكم متابعي كورة بوكس، فيديو جديد، لقاء يتجدد بحضراتكم بفيديوهاتنا اليومية اللي فيها اخبارنا الحصرية، اخبارنا من مصادرها. عندنا شبكة براسلين في كل مكان، فبالتالي بنجيب لكم الخبر من المصدر يا جماعة وبنعرضه على حضراتكم. خلونا ندخل في الموضوع اللي معانا النهاردة، هو مرتبط بمحمود جهاد، لاعب وسط فاركو، واحد من اهم لاعبي الوسط حاليا في مصر خارج الاهلي والزمالك. محمود جهاد، الاهلي عايزه والزمالك عايزه، الاتنين عايزينه في الميركاتو الشتوي الجاري. صفقات الاهلي لسه مخلصتش المحليه، الاهلي تعاقد مع مصطفى العش اعاره من زد، وتعاقد مع احمد رضا لاعب وسط بتروجيت، ولكن الاهلي عايزه والاهلي حاطط فيه رقم، هو شايف ان الرقم ده مناسب ليه. الاهلي حاطط فيه رقم 25 مليون ومقابل 2 لعيبة من فاركو، زي العرض بالظبط اللي الاهلي خد بيه احمد رضا. هو شايف انه الاتنين في في خط واحد، او الاتنين في درجة تسويقية واحدة، وهو شايف ان ده السعر العادل. لكن فاركو طالب $1,000,000 حد ادنى، يعني طالب $1,000,000. ده يعني مش اخر الكلام، بس هما يعني ماسكين في السعر دوت، وشايفين ان اللعيب ممكن يجيله اي عرض خليجي في اي وقت ويكون اكبر كمان بالسعر ده، خاصة ان هو لعيب صغير، عن 23 24 سنة، فهو لعيب صغير. عرض الزمالك اعلى من الاهلي شوية، عرض الزمالك 30 مليون جنيه، وده يا جماعة عرض من الزمالك فعلا. الناس بتقول ان الزمالك ما بيبعتش وما بيتكلمش، في ازمة مادية في الزمالك فعلا فعلا، ولكن في وسطاء، والوسطاء هم اللي بيعرضوا. مش شرط النادي يبعت فاكس رسمي، ولكن بيتم التواصل مع إدارة النادي ونقول لهم مثلا بيتقال لهم مثلا احنا بندفع 1 2 3، فبالتالي الكلام ده مناسب ليك ولا لا. بيكون ده بيبقى كلام جس نبض يعني. الزمالك عرض 30 مليون ولكن بالقسط، بشكل غريب شوية. الزمالك عرض ان هو يدفع 30 مليون، لكن 10 مليون هيدفعهم في الميركاتو الشتوي ده في يناير ده، و10 مليون هيدفعهم في شهر 6 الجاي، و10 مليون هيدفعهم في شهر يناير 2026. على 3 فترات انتقالات هيدفع الفلوس. وده طبعا عرض يعني فاركو قبله بالرفض تماما، ويعني ما كانش فيه حتى ود ولا كلام. الموضوع بالنسبة لفاركو مقفول بالنسبة لعرض الزمالك. ففي كلام على محمود جهاد من الاهلي، في جهاد، في كلام من على محمود جهاد من الزمالك. هل بعد ما الاهلي جاب احمد رضا ممكن يعني يكسل شويه في خطوه محمود جهاد؟ لا، هي مشكله الاهلي في صفقه محمود جهاد هي الفلوس. هو مش هيدفع المبلغ دوت خالص، هو مش هيدفع المبلغ ده تماما. هو حط العرض بتاعه ومش هيزيد عنه جنيه، ده كلام اكيد يا جماعه. مشكلة الزمالك هي مشكلة مادية بحتة. هو الزمالك شايف ان ده العرض الانسب بالنسبة له، او ده النظام الانسب بالنسبة له، انه يقسط 30 مليون على 3 فترات انتقالات. طبعا ده بالجنيه المصري مش بالدولار، فالموضوع ممكن يتوفر بسهولة يعني. دي قصة محمود جهاد ما بين الاهلي والزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا، ومتنسوش بقى الاشتراك في القناة، وصباحكم مساءكم زي الفل.